طبعا كل يوم بنسمع عن قصص عن نجاح وفلوس وقصص عن خيانة وغدر، ولكن في قصص بتعدي كل الحدود. قصة النهاردة ما يصدقهاش عقل بشري، ومش هتصدقوا انها حصلت في مكان زي التجمع الخامس اللي كلنا بنعتبر واحة الامان، ولكن تحت الامان دوت بقى في وحش مستخبي. قصة حياة رجل اعمال مرموقة جدا، حياته كانت مليئة كلها بالصفقات والعقارات، ولكن نهايته كانت مأساوية جدا في اكياس بلاستيك. ومكان النهاية كمان مش في اي مكان، ده في الديب فريزر. ويا ترى بقى ايه اللي يخلي بني ادم يعمل كده ببني ادم زيه؟ ويا ترى ايه السر اللي وصل بالغدر لكل البشاعة دي؟ النهارده بجيب لكم الحقيقة من اول. ويا ترى ايه السر ورا الجريمة البشعة دي؟ ومين القاتل ومين اللي اتقتل؟ وازاي البشاعة دي وصلت لدرجة انها تتحط في ديب فريزر؟ خليكم معنا، ما تنسوش الفولو واللايك وتصلوا على النبي. القصة بتبدأ من فيلا هادية في التجمع الأول، فيلا كل اللي يشوفها يقول دي بيت السعادة والأمان. صاحبها كان رجل أعمال معروف ومبسوط جدا، شغله كويس وفلوسه كتير وحياته كلها من بره زي أي حياة رجل أعمال ناجح، ولكن زي ما بيقولوا كل بيت وليه أسرار. المشكلة بدأت لما رجل الأعمال كان على علاقة غير شرعية بفتاة عندها 28 سنة، والفتاة دي كانت بتتردد عند رجل الأعمال في الفيلا بتاعته باستمرار. والفتاة دي كان ليها أخ، والأخ ده لما عرف باللي بيحصل ما بينها وما بين رجل الاعمال قرر على الفور الانتقام، والانتقام اسود مفهوش اي رحمه. الاخ ده ما جاش لوحده، جاب معاه واحد صاحبه، واتفقوا الاتنين على الخطه المحكمه اللي هيعملوها مع رجل الاعمال. استدرجوا رجل الاعمال ودخلوا على الفيلا، ومن هنا هتبدا البشاعه الحقيقيه. خناقه كبيره دارت ما بينهم، رجل الاعمال وقع على الارض جثه هامده، ولكن القاتل ما اكتفاش بالقتل وبس، جاب الجثه وقطعها حتت وكمان حطها في اكياس بلاستيك، لانه كان عايز يضيع اي اثار للجريمه. وبعد ما قتل وذبح وسلخ وكيس، راح حط جثه رجل الاعمال في الديب فريزر. وبعدها بكام يوم عدوا على اختفاء رجل الاعمال، وابن رجل الاعمال قلق على والده وفضل يكلمه اكتر من مره، ولكن كل المحاولات بقت بالفشل وما كانش بيرد عليه. بدأ ابن رجل الاعمال يدور في داخله حاله من القلق والخوف على والده. ابنه اول حاجة فكر فيها ان يدور على ابوه في الفيلا بتاعه، وللأسف اول لما بيحط المفتاح وبيدخل الفيلا شم ريحة كريهة جدا ما قدرش يستوعبها جاية منين، وفضل يدور على المكان اللي جاية منه الريحة الكريهة، وفجأة يلاقي اكبر كارثة في حياته. لا، ابوه مش بس ميت، ده ميت ومتقطع ومحطوط في الديب فريزر كمان. وعلى الفور تم اتصال الابن برجال الشرطة اللي جم عينوا مكان الجريمة، وفي النهاية الشرطة قدرت توصل للقتلة في وقت قياسي، تم القبض عليهم واعترفوا بالجريمة. ولكن حتى السؤال بيظل مطروح، هل في جريمة تستحق انها تتعامل بالطريقة دي؟ وهل الجناة دول عندهم اي ذرة من الانسانية؟ القصة دي مش مجرد خبر جنائي، دي درس لينا كلنا ان البشاعة ممكن تكون مستخبية في اي مكان، حتى في اكتر الاماكن امان. استنونا في حلقة جديدة وكشف جديد لكل قصة محدش حكاها.